في إحدى الغابات البعيدة عاش فيل ضخم اسمه غندور. كان يتباهى بقوته ويمشي متفاخرا بين الحيوانات، لا يكترث لأحد، وكان يستهزئ بالحيوانات الصغيرة، خاصة عصفور صغير يدعى ريشة يعيش في عش على غصن شجرة عالية. في أحد الأيام مر الفيل تحت الشجرة وهزها وهو يضحك وقال: انظروا هذا العصفور، لو نفخت عليه لطار. رد عليه العصفور بهدوء: يا غندور، لا تستخف بمن هو أصغر منك، فالقوة ليست كل شيء. ضحك الفيل ساخرا ورحل. بعد أيام هبت عاصفة شديدة وجرفت الأمطار الأشجار وامتلأت الغابة بالوحل والماء. غاصت أقدام الفيل الضخم في الطين ولم يستطع الحراك. صرخ يطلب النجدة لكن لا أحد سمعه. فجأة جاء العصفور ريشة ورأى الفيل محاصرا. طار إلى الحيوانات في الغابة، نبههم وبدأ يرشدهم إلى مكان الفيل. اجتمعت الحيوانات وجلبوا الحبال واستعانوا بالأغصان وأنقذوا الفيل بمساعدة العصفور الصغير. نظر الفيل إلى ريشة والدموع في عينيه وقال: كنت أظنك لا تساوي شيئا، لكنك أنقذت حياتي. ابتسم العصفور وقال: الضعف ليس عيبا، والتكبر هو الضعف الحقيقي. الحكمة: لا تحتقر أحدا لصغر حجمه أو مكانته، فقد يأتي اليوم الذي تحتاج إليه أكثر مما تتصور.